زيارة النهاردة المكان الناس اختلفت عليه جدا. ناس رشحت لي انه من احسن اماكن القهوة اللي جربوها، وناس تانية قالت انه اوفر ريتد جدا وقهوته مش حلوة. المكان هو 20 جرامز. انا جربت منهم فلات وايت وامريكانو وهاني كيك وكرواسو بيستاشيو. نبدأ بالفلات وايت. هو معمول صح جدا، بس طعمه بالنسبة لي كان اقل من المتوسط. ممكن يعجب حد غيري بيحب القهوة الخفيفة، بس ده مش ذوقي الشخصي تماما. الهاني كيك دي احلى من بتاعه إلينا بصراحه. مزيج العسل مع السكر البني مع الزبده عاملين كده قوام كثيف وغني جدا وتحفه. نيجي بقى للكرواسون البيستاشيو. الكرواسون ما كانش احسن حاجه بالنسبه لي، بس لما كان الحته اللي فيها البيستاشيو دي ظبطت جدا. كنت هنبسط اكتر لو كانت كل الكرواسون متغطيه بيستاشيو. الامريكانو من الحاجات اللي عجبتني هناك بصراحه، بس في تنوع كبير بالنسبه لاختيارات الاكل ما بين السندوتشات والسلطات. اطباق الفطار والغدا هناك، وكمان في تنوع كبير في انواع التحليه. المكان فيه كل معدات تحضير القهوه. كمان الباريستا هناك شاطر جدا وودود كده وظريف. بس ارجع واقول، انا القهوه هناك ما كانتش ذوقي الشخصي. ده غير ان ديكور المكان الداخلي كان غريب شويه. الترابيزات كلها كانت ميتال، كانت مخليه الدنيا ساقعه زياده عن اللزوم. بس بصراحه القعده الاوت دور كانت حلوه جدا. اتمنى بس يكون في اكتر من مصدر كهرباء عشان نقدر نشحن فيه لو قعدنا اوت دور. المكان جميل جدا، ولو رحت تاني هحاول اجرب حاجات تانية غير القهوه.